دي تونسية وأنا تونسية، والفيديو ده للمصريين. اتريقوا علينا بفستان الجونة، اهم جم من مصر واتجوزونا. استنوا، مش انا اللي قلت، هي اللي قالت، الفنانة إيمان الشريف. مين هي إيمان الشريف؟ هفكركم. هي صاحبة أغرب إطلالة بمهرجان الجونة بدورته الثانية سنة 2018، وبصراحة هي تقريبا لسه لحد دلوقتي صاحبة أغرب إطلالة بالمهرجان ده. المهم إيمان الشريف هي فنانة تونسية بتغني وبتمثل أحيانا، وكانت مشاركة في مهرجان الجونة في دورته الثانية بفيلم بعنوان ولدي. ولدي هو فيلم دراما تونسي صدر سنة 2018 من إخراج محمد بن عطية ومن تمثيل ثلة من الممثلين التونسيين ومن ضمنهم إيمان الشريف. نرجع بقى لإيمان الشريف. بعد الضجة الكبيرة اللي عملها فستانها الغريب، طلعت وقالت بالحرف الواحد: اتريقوا علينا بفستان الجونة، اهم جم من مصر واتجوزونا. اتريقوا علينا بفستان الجونة، اهم جم من مصر واتجوزونا. ثواني بس معايا، انا هشرح لكم هي قالت كده ليه. ايمان الشريف قالت كده لانها حسب ما حكت بالاعلام انه جوزها شافها لاول مره واعجب بيها وهي لابسه الفستان ده، وقالت كمان انه جوزها ما كانش يعرفها قبل كده، بس لما شافها بالفستان الغريب ده قال عنها انها فنانه جايه من 2050. وعلى فكرة اللي كانت متجوزاه إيمان الشريف هو محمد الصبور، رجل أعمال مصري، اتجوزوا وخلفوا ولد اسمه ناصر. أيوة يعني ناصر، بس معلش يا جماعة محدش يقول له ناصر عشان هو اتولد في فرنسا فهيبقى ناصر. سميناه نساخ. ناصر. ايه، علاش نساخ؟ خاطر هو كان بقول عينك ماما بنساخ مازلنا ما عملنالوش سميها. الجنسية التونسية، دونك فرنساوي، دونك اسمه يتكتب بالفرنسي. بس يا خسارة الحلو ما بيكملش. أبو ناصر وأم ناصر اتطلقوا، وأبو ناصر نزل صورة ساخرة لفستان أم ناصر. وبكده يا جماعة حدوتة النهاردة بتأكد لنا حاجتين: إنه الجواز اسمه نصيب، وإنه بالأخص كل على كيفك والبس على كيف الناس.